هو ازاي ربنا بيدبرها بالحلاوه دي، ازاي بيرتبها بالجمال وبالدقه وبالعظمه دول، وازاي احنا من قصر نظرنا او غبائنا او حموريتنا او زي ما تقولوا يعني بنشوف ان ده شيء مستحيل، او ان لا مش هتيجي، لا مش هيحصل كذا، مش هيحصل كذا. وكل مره تقول مش هيحصل كذا، وكل مره هو يفاجئك بتدبيره ربانيه تكسر لك كل معتقداتك وتخليك ايه ده بجد، ده حصل بجد، حصل بجد. محمد هاشم او هاشم زي ما هو بيقول وزي ما الناس بيقولوا له، يعني زمايله بيقولوا له، شاب جميل متخرج من كليه تجاره بس ما لقاش شغل في مجال تخصصه كعاده اغلب المتخرجين يعني. ربنا يرزق الناس كلها، فاضطر ان هو يشتغل في محل بيتزا ديليفري. حد ممكن يقول ايه ده، طب هو يعني هو كان مستواه في كليه تجاره، كان متفوق جدا جدا بس ما لقاش شغل، قدم على كذا مكتب محاسبه، بس في النهايه ما ينفعش راجل يقعد من غير شغل، فاضطر ان هو يقبل بالشغلانه اللي جت قدامه، اشتغل ديليفري. ومشكله شغلانه الدليفري اللي هو اشتغلها في محل البيتزا ده ان هو واخد معظم وقته، فمش عارف يفلفص يروح يقدم في شغلانه ثانيه. بس تمام يعني ماشي الحال، هم مرتبهم كويس مش وحش، يمكن كمان اعلى من محلات بيتزا كتير يعني. وبس مشكلتهم في حاجتين، اولا ان هم عدد ساعات الشغل بتاعتهم كتير نسبيا، يعني بتتكلم في حوالي 10 ساعات، قد تمتد الى 12 ساعه في بعض الاوقات لما يكون في ضغط. والحاجه الثانيه ان هم شغالين 24 ساعه. طب ايه يعني شغال 24 ساعه؟ ما في الاخر هو هيشتغل اكتر من 10 ساعات بتوعه ولا 12 ساعه؟ لا، بس اوقات كان بيحصل ايه، عشان ما فيش حد يبقى بيشتغل بالليل على طول او في النهار على طول، بيحصل تباديل بين العمال. يعني انت النهارده مثلا يا هاشم اشتغلت الشهر ده بالليل، الشهر اللي بعده هتشتغل في النهار وهكذا. فده كان مخلي فيه شويه عدم استقرار عند الراجل يعني. بس ما علينا، الراجل كان متاقلم وكان ايه يعني، هو بيتعايش الموضوع. شغال قد ايه بقى له في شغلانه الدليفري بتاعت محل البيتزا؟ المحل موجود في الزمالك بالمناسبه، في حي الزمالك. 6 سنين. قبل ال6 سنين دول ما يخلصوا، او قبل يعني ما نوصل لنهايه ال6 سنين، هاشم اتجوز واحده بنت كان بيحبها جدا وجارتهم يعني اسمها مي. اتجوزها بعد قصه حب وكده، وهي احد الانتصارات القليله في حياته زي ما هو بيوصف يعني. وازاي البنت وقفت قدام اهلها، وازاي هي ما طلبتش طلبات كتير ولا فيها مغالاه علشان خاطر تكون مع الانسان اللي هي حبته. فربنا وفق وبقوا هما الاثنين مع بعض واتجوزوا، ويشاء ربنا ان هي تكون حامل. ودي اللحظه بصراحه اللي كان هاشم دايما بيتمناها من زمان، كان دايما حلم والده الله يرحمه ان هو يشوف ابنه، فحفيده يعني. فانبسط جدا جدا، وخصوصا كمان ان هو والدته كمان عيني متوفيه، فمتوفيه من هو صغير. فده كان الحلم اللي هو كان نفسه يحققه لوالده الله يرحمه. وهاشم كمان وحيد ما عندوش اخوات يعني. حملت مراته مي، وقعد بقى منتظر هو اليوم بتاع الولاده ده على احر من الجمر. يشاء ربنا ان اليوم اللي حددته الدكتوره لمراته مي ان هي هتولد فيه، قبلها بيوم صاحب المحل اللي هو كان راجل غلس على فكره، غتيت وغلس جدا جدا بوصف هاشم، قال له يا هاشم انا مشيت فلان ده اللي هو ايه، اللي هو بيشيل مع هاشم الورديه يعني، انا مشيته وانت النهارده هتفضل موجود لغايه بكره العصر. قال له ايه ده لغايه بكره العصر ازاي يعني يا مستر، مش هينفع. قال له لا زي ما بقول لك كده، هتفضل موجود لغايه بكره العصر، ومفيش اي تراجع عن هذا الكلام. طب انا مراتي هتولد بكره، معلش مفيش حاجه اسمها كده، انا ماليش علاقه، ولو مش عاجبك يمشي. الراجل كان قاسي قوي يعني، كان عنده ان هو يمشي اي حد بالنسبه له شيء سهل يعني. يا مستر تمشيني ازاي، انا بقالي معاك 6 سنين، هتمشيني عشان خاطر بقول لك مراتي هتولد بكره؟ قال له انا مش عايز دلع، انا مشيت الاخ التاني اللي معاك لانه كان بيتدلع، وان اي حد هيتدلع همشيه. فهاشم للحظه كان هيقول له لا خلاص في داهيه انت وشغلانتك، بس جيب مسك نفسه. طب انا في طفل جاي لي في السكه، طب انا مخنوق، الراجل مخنوق هيطق من الغيظ يعني. طب اتسرع واقول انا ماشي من الشغلانه، طب اسيبها له مخدره واقول انا مش جاي لك تاني، ولا اصبر وامسك نفسي واتمالك غيظي؟ مسك نفسه وتمالك نفسه، راح مكلم مي مراته، حكى لها، قالت له ما تقلقش يا حبيبي، انا كده ولا كده ان شاء الله باذن الله هبقى موجوده، ويعني ما تقلقش الموضوع ايه يعني، ما ان شاء الله ربنا يسترها، وان شاء الله ايه يعني ما يحصلش موضوع الولاده قبل ما انت تيجي. لا يا بنتي هتولدي ازاي بس؟ قالت له بص اقول لك على حاجه، انا قادره اتحرك، يعني هي كانت قادره تمشي تتحرك، عشان تكون مطمن انا اروح اقعد عند ماما، عشان تكون مطمن ما اكونش قاعده لوحدي، تمام؟ ولو حصلوا كده حوالينا الجيران وبتاع وكده ان شاء الله ايه يعني يعرفوا ينقلوني المستشفى او يودوني او ايه في الميعاد بتاع الولاده. يا بنتي ازاي يا بنتي، ما اعرفش ايه، صممت قالت له ركز في شغلك، مش هينفع تسيب الشغل، الظروف صعبه ومحدش عارف، لو سبت الشغلانه دي مش هتعرف تلاقي شغلانه ثانيه كويسه. سمع كلامها، وكلامها كالعاده هداه يعني. راحت قعدت مع والدتها، فكره ان والدتها ست كبيره في السن، ست عندها يعني حاجه و80 سنه، ويعيني مصابه في رجليها بشلل فما تتحركش يعني، ما كانتش هتعمل لها حاجه يعني، بس هي عشان تطمن جوزها يعني. راحت وقعدت عند والدتها، ومرت الساعات بتاعت بالليل دي تقيله جدا على هاشم جدا يعني.
كان عنده فرصه بس ساعه ان هو يروح بسرعه يطمن يشوف مراته ويسلم عليها ويجيب لها طلبات في بيت والدتها، وبعد كده يرجع تاني الشغل. خلاص بقى يستلم بقى الورديه من 12 بالليل لغايه تاني يوم العصر، لغايه ما الافندي صاحب الشغل يجيب حد تاني، عامل تاني يعني، عامل دليفري جديد يعني يكون معاهم يعني. ففضل موجود متغاظ ومتضايق، وطبعا انتوا حس كده بالاحساس كان حاجه كده مدبوبه في قلبه يعني، حاجه كان في طوبه موجوده في قلبه. متغاظ عمال يفرك، بيوصل الطلبات بس مش هو هاشم يعني، وحقه وضع صعب يعني. لغايه ما وكل شويه يتصل بمراته، كل شويه انت عامل، انت كويسه انت كويسه انت كويسه، لغايه ما قالت له انا هنام على الفجر كده، قالت له انا هنام وبتاع، فقال لها خلاص مش هزعجك. فيعني على الساعه 4:30 5 الفجر حاسس ان هو مخنوق جدا يعني، حاسس ان هو خلاص الخنقه طبقه قوي على زوره يعني. فانا هخرج اتمشى كده وكده، الطلبات في الوقت ده بتبقى خفيفه قوي على المحل، هخرج اتمشى في محيط المربع بتاع المحل. خرج يتمشى من غير موتوسيكل، بيتمشى عادي. حتى هو بيقول انا دخلت في شوارع يعني متهيألي انا ما اعرفهاش، رغم ان هو دليفري المفروض يكون هارس المنطقه اللي هو بيشتغل فيها. قعد يلفلف في المنطقه وعمال يقول ليه كده يا رب؟ يعني انا دلوقتي يا رب انا عملت ايه عشان واحد ملوش لازمه زي ده يتحكم فيا؟ ليه ما احضرش لحظه ميلاد ابني؟ ليه ما اكونش موجود جنب مراتي في الوقت الصعب ده؟ ليه ماشي مهموم يا عيني وشايل الهم، لغايه ما لقى قدامه كده، جاي قدامه راجل كبير وست كبيره في السن، الاثنين لابسين ترنجات، واضح ان هم بيلعبوا رياضه يعني، او هيمشوا بيتمشوا الصبح يعني. فبيتمشوا، فهم جايين وهو شايفهم، هم جايين قصاده وهو ماشي كده عادي، شافهم مكان خلاص مكمل في طريقه يعني. فجاه راح الراجل وقع، الراجل اللي ماشي جنب الست. فالست قعدت تصرخ منير 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 منير، عماله تجري عليه وتحاول تفوقه ومفيش. فهاشم غصب عنه راح جري هو كمان بيحاول يفوقه، الراجل مفيش. فبيقول غصب عني قعدت اعيط يعني، حاسس ان هو ايه ده الراجل ده بيموت يعني، الراجل فعلا عمال بيلفظ في انفاسه الاخيره اللي وقع ده، ما عرفوش دي سكته قلبيه ولا ايه، مش فاهم هو. فعمال يعيط يعني من كتر الضغوط، هو مضغوطها كانه كان مستني يعني ايه، لو حد كان قال له صباح الخير كان عيط، مش محتاج ان هو حد يقع قدامه عشان يبكي يعني. فقعد يعيط، وبعد كده راح جه انتبه فجاه، قال لي ثانيه واحده، بيفكر في دماغه، انا متعود ان انا اوصل طلب دليفري لواحد دكتور بتاع طوارئ في المربع ده. بص كده في الشارع حواليه، ايوه المحل ده والمحل ده والمحل ده واليافطه دي، قعد يستجمع كده المكان لغايه ما جمع المكان. ايوه المنطقه دي انا عارفها كويس، ده شارع كذا كذا، في دكتور في حته فلانيه. راح جري المكان، مكان ما وقع الراجل، وكان ماشي الراجل هو ومراته وقع، وهم اللي هو هاشم واقف فيه معاهم، هو قريب بينه وبين الدكتور ده حوالي 200 متر. طلع هاشم جري على بيت الدكتور وقعد يخبط عليه، وعارف ان هو بيسهر لانه راجل الدكتور راجل اكيل يعني، فدايما بيطلب اوردرات بالليل متاخر. راح مخبط على الدكتور الباب، فالدكتور فتح، ايه ده خير؟ وقعد الدكتور عارفه، ايه ده هاشم ايه في ايه؟ قال له الدكتور ماشي، واحد مغمى عليه مش عارف في ايه. راح جري بسرعه الدكتور معاه وراحوا، والحمد لله كانت غيبوبه سكر، الحمد لله ان انقذوا حياته. الدكتور قال جمله كده لهاشم بعد ما فوقوا الراجل الحمد لله يعني، قال له يا هاشم لولاك بعد ربنا كان الراجل ده مات. فالكلمه دي حسست هاشم ان ايه ده، ممكن ربنا يكون طلعني في اللحظه دي مخصوص اتمشى علشان خاطر اكون سبب في ان انا انقذ الراجل اللي اسمه استاذ منير ده، وانقذ حياته زي ما الدكتور قال لي. ايه ده، ايه اللفه دي، ايه التدابير دي، ايه الجمال بتاع التخطيط الرباني ده. فراجع بقى المحل وهو منتشر، افتكر يا مي، راح متصل على التليفون عليه، طبعا على مراته بقى، انا بقى لي 3 4 ساعات سايبها نايمه. كان ساعتها الساعه بقت 6:30 او 7، راح متصل على مراته، التليفون الموبايل ما بيردش. راح متصل على التليفون الارضي، مشغول 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 مشغول. طبعا هيتجنن، طبعا عايز يسيب بقى الشغل ويطلع جري، ما هو مش قادر، ما هو مش عارف ياخد اي معلومه عن مراته يا عيني. بيقول حالتي كانت صعبه جدا، عمال اعيط زي العيال الصغيره، وفجاه لقيت رقم غريب بيكلمني، رحت رديت، الو ايوه ازيك يا هاشم. فسمعت صوت مين؟ وليد اخو مراتي، اللي هو المفروض عايش بره مصر يعني، عايش في الكويت. فلقى الرقم تليفون مصري، ايه ده؟ ايوه وليد، ايوه هاشم انت فين؟ قال له انا في الشغل، انت اللي فين؟ انت عايز ايه؟ في ايه؟ قال له انت بتتكلم من مصر؟ قال له انا موجود في مصر. قال له طب انت ايه اللي جابك؟ قال له اصل انا وصلت النهارده من السفر الساعه 3 الفجر، واحمد ربنا ان انا وصلت الساعه 3 الفجر. مجرد ما وصلت كان مراتك جالها الطلق وبدات ان هي هتولد، خدتها جري على المستشفى. شوف تدابير ربنا، خدها جري على المستشفى، وببلغك بقول لك مبروك، ربنا رزقك ببنوته زي القمر. بجد؟ قال له يعني انت رجعت كده بالصدفه؟ قال له والله انا راجع كده بالصدفه، كنت راجع كده اجازه عاملها مفاجاه، فدخلت الشقه عند امي، لقيت اختي اللي هي مراتك موجوده وعماله تصرخ بتولد. رحت واخدها وطلعت طبعا اكلم هاشم، قلت ما تكلمش هاشم، خدني على المستشفى. خدتها على المستشفى، ربنا اراد وولدت وجابت لك بنوته زي القمر، وربنا رزقك بيها. فبيقول حسيت قد ايه عايز ابوس كل الناس اللي في الشارع، عايز ابوس الناس اللي في الشارع، وعايز ابوس النمل اللي ماشي على الارض، عايز ابوس الهواء، عايز ابوس العربيات، عايز ابوس كل حاجه، وعايز اشكر ربنا في كل الحاجات اللي حواليا.
قد ايه ربنا كريم، وقد ايه هو عظيم، وقد ايه رحيم، وقد ايه بيدبر وبينسج خيوط قدرك وحدوتك وقصتك وموقفك الصعب علشان في النهايه ينتهي لصالحك انت. حتى لو انت ما شفتش ده في لحظتها، في النهايه ما دام سايبها على الله لازم ربنا هيكرمك. كلنا اسباب في حياه بعض، وكل واحد فينا لما يجي يبص على اللي بيحصل معاه هو شخصيا او اللي بيحصل مع الناس اللي حواليه هيكتشف ان في النهايه مهما مرت الساعات ومهما مرت الايام، في النهايه خالص هيشوف ان كان في حكمه ربانيه عظيمه مستخبيه او مختفيه ورا المنع اللي حصل في لحظتها. انت بتشوف المشهد اللي قدامك، اللي قدام عينك في اللحظه اللي انت فيها. ربنا سبحانه وتعالى شايف الصوره كامله، شايف الموضوع من اوله لغايه اخره. هو نظرته اعم، هو نظرته اشمل، هو نظرته اوسع. ليه ان كذا حصل؟ ليه ان فلان بعد؟ ليه ان الموقف الفلاني يحصل؟ ليه ان الموقف العلاني يحصل؟ ليه فلان ده اتغير عليا؟ ليه فلان ده قرر ان هو يمشي من غير ما يقول لي؟ ليه فلان يأذيني الاذى ده وهو ما شافش مني غير كل شيء كويس؟ ليه كميه ليه كتير دي؟ كل ده في النهايه مفيش سؤال بيفضل من غير اجابه. ليه؟ لان ده اللي كان الاصلح ليك. ليه فلان بعد؟ لان كان الافضل ليك انك تبعد عنه. ليه فلان ده طلع شخص وحش وانا اتخدعت فيه؟ عشان تتعلم بعد كده لما تيجي تختار تنقي بمعايير صح. وعشان اللي فات ده انت طول ما انت عينك شايفه ضلمه هتعرف قيمه النور لما النور يجي. فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. توكيد رباني يتكرر مرتين بيطمنك وبيبرد نار قلبك ان مهما كان الصعب اللي انت بتشوفه، لكن مع كل عسر في يسر، معاه مش بعده. الفكرة انك في كل الحالات ومهما كان الوضع صعب تكون متأكد انك في ايد امينة، وانك بين ثنايا رحمة الرحمن الرحيم. ده السبب الوحيد اللي بيه كل الامور بتاعت حياتنا فرقت وبتفرق وهتفرق. كالعادة الشكر موصول ليكم واحد واحدة كل متابعينا الاعزاء اللي بسببهم مكملين، واللي بسببهم احنا مستمرين في اللي بنقدمه، واللي بسبب تعليقاتكم والشير بتاعكم بنوصل لناس اكتر كل مره، وعيلتنا بتكبر يوم عن التاني وفيديو بعد التاني. شكرا لكم على دعمكم اللا محدود اللي بنتمنى يستمر دايما. انتوا جزء من هذا النجاح. لو الفيديوهات دي بتنجح فانتوا جزء كبير واساسي من نجاحها، وبدونكم ما كانش في اي حاجه ولا اي تاثير ليها هيكون فارق، بس انتوا وجودكم فارق. شكرا.